فرحي كان من 5 ايام وكنت عامل حسابي على فلوس هتجيلي قبل الفرح اكمل بيها مستلزمات القاعه، بس ما جاتش الفلوس. كلمت خطيبتي يوم الفرح الظهر، بتقول لي صوتك مال. قلت لها والله يا بنت الناس انا في مشكله، والراجل بتاع القاعه مصمم ياخد الفلوس النهارده ومش راضي يصبر، وانا مش عارف اتصرف. وكنت قاعد في الشارع من الحير، لقيت خطيبتي بتتصل عليا بعد ساعه ونص وقالت لي انا حصل معايا مشكله في الكوافير، تعالى لي الكوافير. قلت في عقلي هو انا ناقص؟ رحت لها الكوافير لقيتها بتديني 19000 جنيه، بتقول لي حاول تديهم للراجل بتاع القاعه وقول له يصبر على الاربعه اللي باقيين يومين. وقال لها جبت الفلوس منين؟ قالت لي سبحان الله نسيت اشيل الحلق من ودان، وكنت هشيله النهارده من ودان. سابت الكوافير وطلعت باعت الحلق بتاعها وجابت لي فلوس. والحلق ده مش من شبكتها والله، الحلق ده هديه من باباها، انا شبكتها بدبله وخاتم صغيرين وما قدرتش امسك نفسي وعينيا دمعت قدام الكوافير في الشارع. وفي اللحظه دي حسيتها مش بس هتبقى مراتي، دي جيشي وكل عزوتي وسند. فكرت مكاني وساعدتني. في وقت كنت عمال اتصل بكل الناس عشان استلم، جت طبطبت عليا. بقيت طول الفرح بالليل ابص لها وعينيا الدم، ومحدش فاهم ان عينيا بتدمع عليا. بعد الفرح وانا راجع البيت معاها كان كل ما ابص في وشها احس ان شايف مش بس زوج، لا شايف انسانه وقفت في ظهري ساعه ما كنت واقع. خلتني اعدي اصعب يوم في حياتي من غير ما حد يحس. فضلت طول الطريق ساكت بس دماغي شغال. كنت بفكر ازاي ارد لها الجميل، مش بالفلوس لان الفلوس بتيجي وتروح، لكن رد الجميل اللي في بالي كان لازم يكون اكبر، لازم يكون امان وراحه وسند طول العمر. بعد ايام قليله رحت عند محل دهب صغير من اللي بيعملوا شغل يدوي، وقعدت اوصف له حلق شبه اللي باقي، بس طلبت منه يكتب من جوه الحلق كلمه صغيره محفوره سندك، عشان كل ما تشوفه تفتكر ان اليوم اللي وقفت فيه معايا مش هيعدي من غير ما انا كمان اقف معاها طول العمر. رجعت البيت يومها والحلق في علبه هدايا صغيره اديته لها، وقلت لها عارفه يوم الفرح لما قلت لي انك سندي، من النهارده وانت حياتي كلها، ومش هيجي يوم تلاقي نفسك لوحدك حتى لو الدنيا كلها وقفت ضد. هي ساعتها دمعت زي ما انا دمعت في الشارع. ومن اللحظه دي بقيت متاكد اننا مش زوج ومراته وبس، احنا فريق واحد بيحارب اي حاجه سوا.